شفت فيلم سينرز هو تركيبة مش مختلفة قوي، لكن واضح ان كان في ناس كتير مفتقداها. الفيلم الاوريجينال اللي مش مبني على اجزاء ولا كوميك بوك، اللي فيه قدر كبير جدا من التسلية والاكشن والفامبايرز كمان، لكن مع فكرة حلوة ورسالة واضحة صناع الفيلم عايزين يوصلوها. الفيلم بيحكي عن اخين توأم بيرجعوا بلدهم بعد ما كانوا مسافرين لفترة طويلة، ومع رجوعهم بيكونوا عايزين يعملوا حفلة ليهم في مكان يجمعهم مزيكتهم اللي بتعبر عنهم وثقافتهم كبلاك امريكانز. وفي السكه بنشوف ونفهم كتير عن الاستغلال اللي بيتعرضوا له الامريكان اللي من اصول افريقيه، استغلال بيطول ارضهم وناسهم وكمان ثقافتهم. زي ما قلت لكم دي تركيبه مش جديده، ومخرجين كتير كانوا مهتمين يعملوا افلام مسليه بجانرا واضحه وفي نفس الوقت توصل رسائلهم وتعبر عن جزء من اللي هم عايزين يعبروا عنه. افلام زي جات اوت واس للمخرج جوردن بيل كانت بتعمل حاجه قريبه جدا لده، وبرضه باستخدام الرعب كالجانرا اللي هتخلي الفيلم مسلي وقادر يتكلم في افكاره باريحيه. بس سينرز بجانب الرعب استخدم المزيكا مش كاداه تسليه تخلي الفيلم اسهل على المشاهدين، لكن كرمز يبان فيه اهميه وجود ثقافه شبه الناس وليهم، ورفض اي شكل من اشكال فرض القوه على الثقافه دي من اي حد، حتى لو كانوا فامبايرز بيرقصوا حلو وبيغنوا اغاني تعلق في الدماغ. انتوا حاسين ايه؟ شفتوا الفيلم؟ ناويين تشوفوه؟ اكتبوا تحت في الكومنتس واعملوا لايك وفولو لو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي تاني. والاخر مره بسالكم،